كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لمسفعا ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما
طبعا يا شباب يعني من اهم او مهمه اساسيه من مهمه الاستاذ الجامعي او الدكتور الجامعي، يعني مش اللي هو يجي يقول لك المحاضره ويمشي او يقول لك الكتاب ويمشي، لا، حاجه اساسيه جدا يا شباب من وظائف الاستاذ الجامعي او الدكتور اللي هو يكتشف المواهب اللي عنده. في موهبه طالب عندنا طلع عمر ما شاء الله عليه، ربنا اتاه صوت كويس جدا جدا وحنجره قويه جدا جدا وطبقه صوتيه ما شاء الله وخامه صوتيه كويسه جدا جدا جدا. فدي موهبه في مجال قراءه القران مثلا، دي موهبه في مجال قراءه القران. هلاقي حد عندي في الكليه عنده موهبه في التصوير، حد عنده موهبه في الاخراج، حد عنده موهبه في التقديم، تمام؟ مهمه الاستاذ الجامعي يا شباب او دكتور الجامعه مش اللي هو يجي يقول لك كل يوم محاضره علميه او يقرا اللي موجود في الكتاب او كذا او كذا ويمشي، لا، في مهمه ثانيه بالاضافه طبعا للمهمه العلميه اللي هي رقم واحد بنتكلم فيها، مهمه اكتشاف المواهب او اكتشاف الطلاب المميزين عنده في الكليه او الطالب اللي عنده ملكه او موهبه او حاجه فطريه ربنا خلقها فيه، زي الصوت الجميل مثلا، زي الالقاء، زي الشعر، زي دي حاجه مهمه جدا، حاجه اساسيه جدا من مهمه الاستاذ او دكتور الجامعه اللي هو يكتشف الموهبه ويقف جنبها ويشجعها. ممكن راجل زي في يوم من الايام ما شاء الله يبقى مقرئ او سفير للقران في العالم الاسلامي، وسفير للازهر، وسفير لمصر كلها، وسفير للمسلمين في العالم كله. يعني طبعا احنا عارفين مشايخنا الكبار، الشيخ عبد الباسط، الشيخ محمود الثاني الحصري، والشيخ المنشاوي، طبعا يعني ما شاء الله جابوا يعني ارجاء الارضيه كلها، وبسبب عزوم صوتهم وقوه صوتهم وحلاوه صوتهم في القران الكريم اسلم على ايديهم او بسببهم ناس كتير جدا 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 جدا. يعني الشيخ عبد الباسط ده يقال يعني في حفله اسلم بسبب هو مش فاهم، هو ده راجل اجنبي قاعد ومش فاهم بيقول ايه، ولكن من حلاوه الصوت وجمال الصوت وحلاوه القران الكريم يعني سبحان الله رب العالمين. ناس كان الشيخ عبد الباسط خلص الحفله يقوم 10 20 30 واحد يسلموا وهو اصلا مش فاهم هو بيقول ايه، ولكن ده حاجه ربنا او موهبه ربنا وضعها له في صوته وصلت رساله القران الكريم حتى الناس اللي مش فاهماه، حتى الناس مش فاهمه القران الكريم، ولكن من حلاوه الصوت وجمال الصوت الراجل اسلم وبعد كده اتعرف على الاسلام وخلاص ودخل الاسلام. مذيع او مقدم او مذيع نشر او مقدم نشر او كذا يبقى عندنا خط الصوت تبقى رقم واحد في الموضوع. بالاضافه طبعا عليه شيء ثاني. فواحد زي طبعا هو ما شاء الله ربنا هداه بحنجره كويس جدا وصوت كويس جدا وكان الصوت كويس جدا جدا جدا. ما شاء الله دي موهبه شباب زي ما قلت لكم بتقع على عاطف الدكتور او استاذ الجامعه. ممكن تكون محاضره هو مش بيجي يقول لك علم بس، لا، في حاجات ثانيه كثيره جدا جنب العلم ومهمه جدا جنب العلم، من اهمها اكتشاف زي ما قلت المواهب اللي موجوده عندي في القسم او في السكشن او في الكليه.